والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في درس جديد من دروس النهاردة. معكم عادل بسيوني، وبإذن الله مستمرين مع منهج تالتة إعدادي، متواجدين في يونت 9 في الوحدة التاسعة علشان نتكلم عن الكونديشنالز، الجمل الشرطية. طبعا في الفيديو اللي فات اتكلمنا عن الحالة الأولى. في البداية قلنا إن if معناها إذا أو لو، وإيكوال هي بتساوي when اللي معناها عندما. وكان في الحالة الأولى بيجي في الجملة الأولى مضارع بسيط، والجملة الثانية بيجي will والمصدر، أو كان والمصدر، أو should والمصدر. وطبعا ممكن يجي النفي، هتبقى want أو can't أو shouldn't، ويجي بعدهم كلهم الإيه؟ المصدر. أما النهاردة فاحنا متواجدين عشان نتكلم عن الحالة الثانية. وفي الحالة الثانية لإف اللي معناها لو، يجي معانا ماضي بسيط، والجملة الثانية بتكون فيها would والمصدر، أو كمان could والمصدر. في البداية خالص لازم نعرف مين هو الماضي البسيط. لما جينا نعرف الماضي البسيط في الزمن بتاعه، فقلنا الماضي البسيط التصريف الثاني حط لفعلك دي او اي دي او اي اي دي. اما هنا الجمله الثانيه فبيكون فيها would والمصدر، او could والمصدر، او wouldn't والمصدر، او couldn't والمصدر. يبقى الحاله الثانيه ماضي بسيط would والمصدر، ماضي بسيط would والمصدر، ماضي بسيط would والمصدر. طيب ادينا مثال. if he studied، لو كان هو ذاكر، if he studied he would pass أو succeed. تمام. خلي بالك بقى من حاجة، الولد ده ما ذاكرش وبالتالي هو ما نجحش، لذلك احنا بنقول ان الحالة التانية تفيد الندم. احنا بنتكلم في حاجة عدت خلاص، لو كان ذاكر كان نجح، اذا هو لا ذاكر ولا نجح، لا ذاكر ولا نجح. if he studied. طب فين يا مستر الماضي البسيط؟ اهو التصريف الثاني للفعل، والجملة الثانية بيكون فيها would والايه؟ would والمصدر. طيب ادينا كمان مثال. if she cooked، لو كانت طبخت، we would eat، كنا أكلنا. طيب إيه الحكاية؟ هي ما طبختش وبالتالي إحنا ما أكلناش. كمان مثال. if I had money، لو أنا معايا فلوس كان إيه اللي هيحصل؟ I could buy a car، كنت اشتريت عربية. had ده التصريف الثاني من ايه؟ من have وهاز. التصريف الثاني ايه؟ had. والناحية الثانية لقيت could والايه؟ could والمصدر. طيب كمان مثال. if we scored a goal، لو كنا سجلنا بس هدف، we would win، كنا فزنا. we would when كنا فزنا. طب ايه كمان؟ بس قبل ما نروح للمثال الثاني، هي اف هنا برضو زي الحاله الاولى ممكن تيجي في النص. طب ايه اللي يجي بعدها؟ الماضي البسيط. يبقى اذا اف في الحاله الثانيه مرتبطه بعدها بايه؟ بالماضي البسيط. طب وقبلها يا اما would ومصدر، يا اما could ومصدر. طيب اديني مثال. she wouldn't come، هي ما كانتش جاية. if I didn't invite her، لو انا ما دعيتهاش. طيب ايه الحكايه؟ جايب لي هنا wouldn't اهي، جاي بعد would المصدر، وهنا didn't اهو جاي بعد did او didn't had المصدر. تعال نشوف المصطلح اللي معانا واللي بيقول if I were you I would
زائد المصدر. المعنى لو كنت مكانك لفعلت، كنت عملت كذا وكذا. لحظة يا مستر، ده حضرتك نسيت وكتبت مع اي وير، واحنا عارفين ان اي بتاخد ووز. لا، هو الكلام مظبوط، وكل الضمائر كمان بتاخد وير لتعبر عن استحالة وجود شخص مكان آخر. يعني مثلا لو قلت if I were a pilot، لو أنا كنت طيار، I would travel to Europe، كنت سافرت إلى أوروبا. if I were a pilot I would fly to Europe، كنت سافرت إلى أوروبا. if I were older، لو أنا بس كنت كبير شوية، I كنت قدرت drive a car، أسوق العربية. يقول لي بقى يمكن استخدام الحالة الثانية في النصيحة، إن أنا أديك نصيحة، إن أنا أديك إيه؟ نصيحة. يعني أقول لك مثلا if I were you، لو كنت مكانك، I would study hard، كنت ذاكرت بجد واجتهدت. أقول له if I were you، لو أنا مكانك، I would train well، كنت اتدربت بشكل كويس. يبقى الحالة التانية اللي احنا قلناها عنها النهاردة، قلنا ادي اف يجي بعدها ايه؟ تمام، ماضي بسيط اللي هو التصريف التاني بإضافة دي أو إيه دي، والجملة التانية بتكون would أو could، والفعل فين؟ والفعل في المصدر. حتى لو اف يا مستر جت في النص، حتى لو جت في النص لازم يجي بعدها ماضي بسيط، والجملة الأولى هتكون would أو could أو النفي بتاعهم، وبعديهم الاتنين الفعل فين؟ في المصدر. وقلنا كمان if I were you I would، if I were you I would زائد الفعل في المصدر، لو كنت مكانك لا فعلت. طب تعال نشوف السؤال ده كده، لو جه لي what will you do if you had money؟ تمام، will وجابت المصدر، ايه المشكلة؟ لا، المشكلة هنا الجملة دي زمانها ايه؟ ماضي بسيط. طيب ماضي بسيط، يبقى انا عايز هنا ايه؟ سامعك، برافو عليك، would والمصدر، would والايه؟ would والمصدر. اشكر لكم طيب المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.